عايزين تعملوا كفتة تكون جوسي كده من جوه وكمان مستوية كويس ومش بتقع من على السيخ ومن غير اضافات كتير تغير من طعم الكفتة على طريقة اشهر المطاعم وواخدة طعم الفحم قوي، وهتقلبي ريحة العمارة بتاعتك كأنك بتشوي، وطعم الكفتة خطير. لايك بقى واشتراك يا جميل. تعالي بقى خدي بالك من التكات اللي هقولك عليها في وصفتنا النهاردة، ويلا نكمل الفيديو مع بعض. معايا اول حاجه في المكونات بتاعتنا نص كيلو لحمه مفروم، منها 10% كده نسبه دهون. لازم يكون فيها نسبه دهون علشان تبقى الكفته كده يعني جوسي كده وطريه من جوه وما تبقاش متكبسه. معايا كمان بصلايه وسط، يعني مش كبيره خالص ولا هي صغيره خالص، يعني وسط كده. تمام. هنضرب بقى البصلايه دي ضرب ناعم خالص خالص في الكبه. بعد كده بقى او تقدري تبشريها، لو مش عندك كبه تقدري تبشريها وبعدين تصفيها خالص خالص من الميه اللي هي بتاعه البصله دي. صفيت بقى كده البصله بتاعتي كويس، وحطيت البصلايه نفسها كده على اللحمه. والميه بتاعه البصل دي انا هقول لكم هنعمل بيها ايه بعدين. بس كده بقى هحطها كده في طبق كبير شويه. ومعايا كمان معلقه كبيره كده من الثوم مفروم، ومعلقه صغيره ملح، والتوابل بتاعتنا معلقه فلفل اسود، وكمان جوز الطيب وكزبره وكركم وكمون. تمام. ومعايا كمان معلقه كبيره كده من النشا علشان تبقى متماسكه معايا، وكمان نص معلقه من البيكنج باودر. والبيكنج باودر عشان ما يخليهاش مكبسه كده، وتبقى يعني منفوخه كده شويه وما تبقاش متكبسه معايا. تمام. هنقلب كده الخلطه بتاعتنا كويس خالص لحد بقى ما نحس ان يعني دخلنا كله كده في بعضه. وبعدين بقى مش هنسكت بقى على كده وبس، لا احنا هناخدها كده نديها فرمة كده في الكبة علشان الكل بقى يعني يندمج مع بعضه، وكمان الدهون اللي فيها كده يعني تبقى متسمغة كده في بعضها، فاهمني؟ يعني زي كده. شايفين الفرق بين دي ودي؟ هناخد برضو الكمية التانية وهنضربها ضرب ناعم خالص في الكبة. عايزه اقول لكم ان التكايه دي مهمه جدا، وعلى طريقه اشهر المطاعم اللي عندنا في مصر يعني بيعملوها كده، لازم يدوها فرمه مره واتنين وتلاته. احنا بس هنا يعني هنكتفي بس بفرمه واحده بس في الكبه. حابه ان انتي تفرميها في المفرمه مرتين او تلاته مفيش مشكله. بعد كده بقى هجيب طماطميه صغيره وهبشرها كده بشر كده ناعم خالص على الميه بتاعه البصل اللي احنا طلعناها وصفيناها دي. بعد كده بقى هحط عليها حبه خل كده صغيرين صغيرين خالص كده. وكمان هنا معايا عصاية الشيش طاووق، لو مش عندك وعندك الاسياخ بتاعة الشوي مفيش مشكلة برضو، تستخدمي اي حاجة متوفرة عندك، دي او دي مش مشكلة. حطيت كمان حبة زيت كده على اللحمة علشان الدهون بتاعتها طبعا لما اتفرمت في الكبة حسيت ان هي لينت كده اللحمة بتاعتي، فانا بقى حطيت حبة الزيت دول علشان تبقى متماسكة معايا واقدر ان انا اصبحها ما تلزقش في ايدي، يعني الدهون زي ما احنا عارفين كده بتلزق كده في الايد. بعد كده بقى هبتدي ان انا اصبح الكفته بتاعتي. طبعا الطماطميه بتدي لون جميل كده للكفته من بره، فهبتدي ان انا اصبحها وهضغط عليها كده بصوابعي بحيث ان هي تعمل لي شكل المطاعم بره. تمام كده. شايفين بقى طريقة التصبيعة؟ يعني حاولي ان انت تخلي صباعينك الاتنين كده بيقفلوا ويعملوا كده تعريجات كده على الكفتة بتاعتك. تمام. هصبع بقى كده كل الكفتة بنفس الطريقة دي. شايفين كمان الكفتة بتاعتي ماسكة في بعضها كده ومش بتقع كده من العصاية بتاعت الشيش. كمان لو انت عاملاها على سيخ برضو مش هتقع منك، صدقيني كده هتبقى افضل نتيجة كفتة انت جربتيها، لان احنا لما ضربناها في الكبة اتمسكت كده كلها في بعضها وما بقتش بتتفرول مننا واحنا بنصبحها. فالتكية بتاعت ان انت تضربيها في الكبة مش هتخليها تخليها متماسكة معاكي ومش بتقع منك على السيخ، وكلها كده ماسكة في بعضها، حتى بعد ما تستوي هتبقى ماسكة وحلوة ومش متفرولة منك. والطريقة دي بتاعت الكفتة تقدري ان انت تسويها بكذا طريقة، ممكن تسويها في الفرن مشوية في الفرن، او مشوية في الشواية الكهرباء، او متحمرة عادي في الزيت، او مشوية في الفرن زي ما هنعمل النهاردة.
هنا انا دهنه الصينيه بتاعتي حبه زيت، وزي ما قلت لكم كده بصبع الكفته بالطريقه دي. طبعا احنا هنعملها كده في الفرن، وكمان هنديها طعم الفحم بالظبط. ودلوقتي بقى انا مشغله الفرن عشان يسخن معايا على درجه حراره 200. هشغل من تحت بس، مش هشغل من فوق خالص في الاول. هديها بس اخر 5 دقايق كده لون من فوق بس خفيف خالص، علشان مش عايزينها تستوي كده من جوه وتبقى جوسي كده وحلوه. فنحاول ان احنا ما نشغلش من فوق في الاول. هناخدها بقى ندخلها الفرن، وبعد كده هنطلعها. هتبقى بالشكل الجميل ده، مستويه من جوه ومن بره، وطعمها كان رائع رائع بجد. والتكايه المهمه بقى اللي هتخليها كانك شوياها كده على الفحم، ان انت تجيبي فحم كده تولعيه على النار، وكمان تحطي عليها نقطتين زيت وتكمريها بحاجه، او تحطي عليها صينيه، او تحطيها في علب الحافظه. هتاخد بقى طعم الفحم وكأنك شوياها في الفحم بالظبط. شايفين بقى شكلها جميل ازاي؟ شكلها مغري جدا وطعمها روعة، خطيرة خطيرة. بقى تقدري تجيبي بقى حبة خضرة برضو وترشيها من تحت، بس انا ما كانش متوفر عندي خضرة فعملت رز. برضو ما كانش متوفر عندي رز بسمتي، عملت بقى الرز العادي بقى ده بطريقة الرز البسمتي. حاجة كده روعة بجد بجد يا جماعة. طعمها كان جميل، وكمان كانت جوسي من جوه. دلوقتي هوريها لكم قد ايه كانت جوسي من جوه ومستوية وطعمها جميل. بصوا بقى كده بنسحب السيخ كده، لو انتي هتاكلها في عيش تسحبيها كده في الساندوتش بتاعك. وشايفين كمان قد ايه هي جوسي من جوه كده وطرية ومنفوخة معايا كده، مش متكبسة. شايفين قد ايه جميله، وكان طعمها رائع بجد. يعني بجد بجد تجربوا الطريقه دي مش هتندموا. ولو وصلتوا لهنا بقى ما تنسوش تدعموني بلايكات كتير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وشيروا الفيديو، وكمان اعملوا لي اشتراك لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي، وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي القديمه والجديده. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.